عمرك وانت بتقرأ القرآن وقفت قدام كلمة وحسيت ان لسانك العربي الحديث عاجز يفهمها؟ زي كلمة مدكر اللي اتكررت 4 مرات في سورة القمر ورا سؤال يهز الوجدان. فهل من مدكر؟ أصل الكلمة في اللغة مزتاكر، بس العرب قلبوا الزال دال وأضغموها علشان تطلع بالقوة دي. مدكر، ومعناها مش بس اللي بيفتكر، لا، ده اللي بيبحث في أعماق الكلام علشان يطلع العبرة منه، اللي بيشغل عقله وقلبه سوا عشان يتذكر الحقيقة اللي غايبة عنه. احنا هنا مش بس بنشرح معاني، احنا بنفك شفرات لغة هي الأرقى في الوجود، كلمات غريبة على ودننا بس هي أصل هويتنا. استعدوا لرحلة في غريب اللفظ، هنراجع فيها ونشوف كل كلمة، نرجع لها هيبتها ومعناها الأصلي عشان يفضل دايما القرآن بالعربي، التراث بالمصري، والعروبة بالدم. دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول، وعد ربي قندنا والظلام لن يطول. دمت يا أقصى لنا يا وصية الرسول، وعد ربي قندنا والظلام لن يطول.